السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. استكمالا عن حديثنا عن أورام المثانة البولية، الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن ماذا بعد استئصال المثانة البولية، وإيه هي العمليات اللي بنعملها سواء كان في تحويل بول أو مفيش تحويل بول. الفيديو النهارده إن شاء الله هنتكلم فيه عن مميزات وعيوب كل عملية. هنبتدي الأول بالعملية اللي بيبقى فيها تحويل دائم لمجرى البول. إيه هي مميزات العملية دي؟ وقت العملية أقصر، الإقامة في المستشفى أقل، المضاعفات اقل، والمريض بيتكيف عليها بسرعه. بتبقى عباره عن فتحه صغيره على الجلد من بره، مفيش ريحه، مفيش اصوات، المريض بيتكيف عليها بسرعه. ولكن ايه هي عيوب العمليه دي؟ هي العامل النفسي. بيجي لي المريض يقول لي يا دكتور انا مش عاوز اعمل تحويل دائم لمجرى البول. ده بالنسبه للعمليه الاولانيه. طيب العمليه الثانيه اللي هي ما فيهاش تحويل لمجرى البول، ايه هي مميزات العمليه دي؟ ان المريض بيعمل بول بشكل طبيعي. طيب ايه هي عيوب العمليه دي؟ وقت العمليه اطول، الاقامه في المستشفى اكبر، المضاعفات اكتر، بالاضافه الى ان التحكم في البول بيبقى مش بنسبه 100%، خصوصا بالليل بيبقى في عدم تحكم في البول الى حد ما. وبالتالي كل عمليه ليها مميزاتها وليها عيوبها، وبالتالي اي مريض لازم بيجي لنا هنا بنتناقش معاه ونشوف ايه هي انسب عمليه ليه، وبنحاول نعملها له ان شاء الله تعالى، وربنا يتم شفاكم على خير.